ترامب كسب في الانتخابات الأمريكية من هنا، وعلى الناحية التانية الكيان المحتل داخل في شبه حرب أهلية حرفيا. ده غير الإهانة الكبيرة اللي وجهها لصهاينة أمريكا في الخطاب بتاعه امبارح بعد فوزه، بما اختتم به ترامب كلمته اللي مفيش ناس كتيرة أخدت بالها منها. في نفس الوقت الحزب والمقاومة الفلسطينية بيستقبلوا ترامب استقبال ملوش مثيل. كماين ماشي، ضرب مصانع ماشي، ضرب مطارات ماشي. بص، كانت آخر بهدلة. بس دلوقتي السؤال اللي العالم كله بيسأله، هل ترامب هيظبط الكلام مع النتن ولا هيظبط الكلام مع الإيرانيين؟ ولو مستغربين من الكلام والمقارنة اللي أنا بقولها لحضراتكم دلوقتي، هقول لحضراتكم تفصيليا إزاي الكلام ده ممكن يحصل ويتم. قالوا أنه سيشن حرب، لن أشن الحروب، سأوقفها. بس قبل ما نبتدي بنذكر حضراتكم فقط باللايك والاشتراك معانا في القناة، وفي كل الأحوال انتم على دماغنا من فوق. وصلوا على المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبتدي. السلام عليكم. في الوقت اللي انا بكلم فيه حضراتكم دلوقتي الدنيا بايظه وخربانه هناك في شوارع اراضي فلسطين المحتله. المستوطنين الاسرائيليين هناك قاعدين مقيمين في المحيط بتاع منزل نتنياهو وخربينها زي ما حضراتكم شايفين كده. نار يولعوا ماشي، هتافات ماشي، مظاهرات حاشده ماشي. بس الموضوع ابتدى يكبر ويتطور، وبقى فيه صدام كبير جدا ما بين الشرطه وما بين الاسرائيليين منهم فيهم ذات نفسهم. في ناس بيأيدوا ان النتن يكمل الحرب، بس الشريحة الاغلب التانية عايزينه ينهي الحرب دي فورا ويتوجه لصفقة تبادل اسرى. ولكن انتوا لو سألتوني هقول لكم ان النوش والقلق اللي هم بيعملوه ده كله مش موجه للنتن او بيحاولوا يضغطوا عليه. الكلام دوت موجه لترامب بعد توليه رئاسة امريكا، لان هم اساسا بقالهم بيفحتوا في الصخر مع النتن اكتر من سنة دلوقتي، ولا حياة لمن تنادي. وهم عارفين كويس قوي ان الكلام كله في ايد ترامب. يقدر يقفل الحنفية على النتن ويقدر يفتحها ويسيبها زي ما هي. ولو جينا بقى للنقطة دي دلوقتي، لازم حضراتكم تبقوا عارفين ان في ملف مجهزه البنتاجون الامريكي. اول ما ترامب يقعد على المكتب الرئاسي على طول الملف ده هيتحط قدامه. الملف ده خاص بتعامل وزارة الدفاع الامريكية مع الشرق الاوسط، والمجمل اللي موجود فيه ان هم اتحطوا عليهم شامي ومغربي، وحصل لهم استنزاف كبير جدا في الموارد هناك. يعني انت بتتكلم دلوقتي ان هم حارقين اكتر من 5 مليار دولار مع الحوثيين في باب المندب هناك في محاولات التصدي للهجمات بتاعتهم، والنتيجة كانت ايه في الاخر؟ تقدروا تقولوا كده ان هي صفر. وعلى الناحية التانية عمالين يبعتوا F-16 و F-35 وقنابل ذكية ومش عارف ايه وعفاريت زرق، وكل ده علشان يحاولوا يحيدوا الحزب ويرجعوا المستوطنين للمستوطنات الشمالية مرة اخرى، والنتيجة كانت صفر. ده احنا اتفرجنا امبارح على استقبال الحزب الحافل لترامب. تقدروا تقولوا كده يا جماعة الخير ما خلوش في نفسهم حاجة. قواعد عسكرية ضربوا، مطارات ضربوا، وعندك برضو استهداف بكمائن بالرشاشات لما كانوا امبارح بيحاولوا الاسرائيليين يخترقوا من بلدة يارون اللي موجودة في الجنوب اللبناني. قصف مدفع اسرائيلي يستهدف بلدة يارون، فضلا عن سماع اصوات اشتباكات. وما قدروش ورجعوا قوات الاحتلال دلوقتي للخط الازرق اللي هو يا دوبك حتى 300 متر اللي كانوا بيحاولوا يخشوهم رجعوهم تاني. وفشلت محاولات جيش الاحتلال الاسرائيلي في الوصول والاختراق الى حدود نهر الليطاني اللي هو كان الهدف الكبير بتاعهم. فتقدروا تقولوا كده ان الامريكان بعتوا كل الفلوس والمساعدات ديت، وبرضه النتيجه في النهايه بلح. وعلى الناحيه الثانيه تشوف اللي بيحصل في غزه وفلسطين، المقاومه ما زالت فاعله على الارض، وكل يوم بتسمع عن كمائن بتتنفذ هناك، واخراج دبابات ميركافا من الخدمه وقنص جنود اسرائيليين، ونوعيات اخرى مختلفه من الكمائن بتتنفذ. الصحف العالميه كل يوم بتنقل لنا التفاصيل بتاعتها. فبالمختصر كده يا جماعه النتن مش عارف يحسم على الارض. وزي ما قلت لحضراتكم امبارح، ترامب بتاع فلوس، هو عبد للفلوس والدولارات. ومن ايام ما كان بيرشح نفسه اساسا كان شايف انه اللي بيحصل دوت ان هم بينفخوا في قربه مقطوعه من الناحيه الاقتصاديه. بس في حركه
حركة عملها دونالد ترامب امبارح في خطاب النصر بتاعه، لما كان طلع وبيتكلم بعد ما انت عارف بقى كسب وخد البهجة بتاعته وكذا وكذا. شكر كل الأقليات اللي موجودة في أمريكا ما عدا اليهود، ما جابش سيرتهم خالص. وديت حاجة مش مستغربة، لأن 3/4 الصهاينة اليهود اللي موجودين هناك في أمريكا أدوا أصواتهم لكاميلا هاريس بالأساس، لأنهم كانوا عايزين الحزب الديمقراطي ده يكمل بأي شكل من الأشكال بسبب أكبر دعم أخدوه منهم في التاريخ من أقذر حزب عرفته البشرية. انتوا تعرفوا يا جماعة الخير إن التقديرات دلوقتي بيقولك إن أعداد الشهداء تخطت 150,000 شهيد. يعني أنت عارف أنت الأرقام اللي بتسمع عنها ديت 42 و45 دي أرقام رسمية كده، والدم ده كله موجود على إيد الحزب الديمقراطي وإدارة بايدن. ودلوقتي خليني أجاوب حضراتكم على السؤال اللي كان موجود في أول الحلقة: هل ترامب هيظبط الكلام مع الإيرانيين ولا هيظبط الكلام مع النتن؟ بالرغم من غرابة السطر اللي حضرتك لسه سامعه دلوقتي، ولكن أنت لو بتتابع الانتخابات الأمريكية أثناء الترشح والحملات بتاعتهم، ترامب كان بيقول لك أنا بوعد إن أنا أول ما أوصل للكرسي هوقف الحرب الأوكرانية الروسية ديت وهنهيها تماما. وعلشان الكلام ده يحصل يا جماعة الخير، الروس عمرهم ما هيسلموا أو يستسلموا أو أنت عارف يتنازلوا مثلا عن أراضي أخدوها بالفعل هناك في الداخل الأوكراني. ولكن اللي ممكن يحصل إن ترامب يمنع السلاح عن أوكرانيا ويجبرها بقى على الاستسلام، أو إن هم يبتدوا يخشوا في مفاوضات مع الروس، وأنت بقى تاخد الحتة الفلانية وإحنا ناخد الحتة الفلانية. أما ما يخيف دول الحلف أكثر هو قيام ترامب بقطع المساعدات العسكرية عن أوكرانيا، ويخلي الناتو يروح يضرب دماغه في الحيطة، وانت عارف يبتدي يعمل تقارب واتفاقات مع بوتين والروس. بالمناسبة صحف كتيرة جدا بتتكلم عن الموضوع ده دلوقتي على ان اوروبا مرعوبة وخايفة من السيناريو ده، اللي لو بالفعل تحقق يا جماعة الخير هنبتدي نشوف برضو اجراءات جديدة بتحصل مع الايرانيين، لانه دلوقتي كله مرتبط ببعضه وكله بينفذ على بعضه. لو ترامب راح يتكلم مع بوتين وقال له والله 1 2 3 وهنعمل كذا وكذا، اكيد ايران هيتم وضعها على الترابيزه. والله بالنسبه للعقوبات الفلانيه ديت لا احنا هنخففها شويه، وبالنسبه للاتفاق النووي يا باشا ممكن نبتدي نظبط الاجراءات شويه. ترامب ذهب أبعد من ذلك، حيث قال في إحدى خطاباته أثناء حملته الانتخابية أنه يشجع روسيا على مهاجمة الدول الأعضاء في الناتو في حال عدم الالتزام برفع الدعم المالي حال عودته إلى البيت الأبيض. وقواعد اللعبة بقى تبتدي تتغير على الأرض، ونتنياهو يبتدي يشوف إنه اللي كان عامل حسابه ومرتب أموره ومرستقها على إن الديمقراطيين هم اللي هيكسبوا، الوضع اختلف تماما دلوقتي بالنسبة له. بس تحت أي ظرف افتكروا دايما إن لعبة السياسة لعبة قذرة وبتخدم المصالح بتاعت أطرافها فقط. ولما بقول لك إن ترامب ممكن يعمل الغلط مع نتنياهو سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، بقول لك الكلام دوت مش منطلق حبه للعرب مثلا والمسلمين والشرق الأوسط، أنا بتكلم مع حضراتكم بمنطلق المصلحة البراجماتية البحتة ولغة المصالح والأموال. ولكن افتكروا دايما يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ربنا يحفظ الجميع في كل مكان، اللهم امين. اشوف حضراتكم الحلقة القادمة، والسلام عليكم.